شمس المعارف الكبرى كتاب يمكن كلياتنا سمعانين فيه. يسمى أيضا شمس المعارف ولطائف العوارف. ولكن كثير من الناس ما بيعرفوا أنه كاتب هذا الكتاب هو السيد أحمد بن عبد الله البوني، وهو رجل جزائري. هذا الرجل عاش بالقرن الثاني عشر، وعرف بأنه مدرسة للسحر. يعني شو نفهم من هذا الكلام؟ أنه الجزائريين سحارة؟ هلأ أنا ما قلت هيك بالضبط يعني، ولكن إذا قرأنا في تاريخ الجزائر رح نلاقي إنه السحر موجود بكل مرحلة من المراحل التاريخية للجزائر. فمثلا إذا رجعنا لرواية الحمار الذهبي، وهي رواية جزائرية يقال بأنها أقدم رواية في التاريخ كتبها لوكيوس، رح نلاقي إنه قصة هاي الرواية عن ساحر حاول يتحول لطير فصار حمار، ومن الجزائر انتقل السحر إلى المغرب. فمش المغاربة هن السحارة، الجزائريين.